جوايا كلمة لناس موجودة النهاردة، جواها أوجاع وأنين رهيب جدا، وصرخات مكتومة ودموع محبوسة. بس عايز أقولك النهاردة الرب ليه كلام خاص جدا ليك. هو شايفك وعارفك وعنده استعداد النهاردة بينقذك. في سفر الخروج وأصح 3 وعدد 7 و8: فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. هللويا. هو النهاردة شايفك. رأيت مذلة شعبي. يمكن مش قادر تظهر أو توضح أو تكشف عن اللي وجعك وكسرك، بس أطمنك إن الرب شايف وعالم وعارف ومش هيسكت، لكن بينزل النهاردة علشان ينقذك وينقذك من كل أنة وصرخة ووجع مكتوم حتى مش قادر تعبر عنه، وبينقلك من الأرض دي والزمن ده والسنة اللي فيها اتوجعت فيها لمكان وزمن وأرض جديدة. الأرض الأولى كانت ضيقة ومتعبة ومؤلمة جدا، لكن الرب بينقلك لأرض جيدة وواسعة وتفيض لبنا وعسلا. هللويا. عايزك تستقبل معايا الأرض دي، استقبل معايا السنة دي، استقبل معايا الزمن ده المفروض النهاردة تكون عليه. فدموعك هتتمسح، أوجاعك هتترفع، كلامك هيتغير، نقلة لزمن جديد. استقبله واعلنه، لأن الرب هو اللي ضمنه وهو اللي هيصعدك وينقلك. هللويا. الرب يبارككم. القس عاطف رشدي.